مدينة الدار البيضاء. ببالغ الأسى فارق الوزير الأسبق محمد الوفاء الحياة صباح يوم الأحد عن عمر ناهز 22 سنة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان الاستقلالي محمد الوفاء الذي شارك في حكومتي عبد الإله بن كيران الأولى والثانية سبق له شغل منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومنصب وزير منتدب مكلف بالشؤون العامة والحكومة. المجلس البلدي لمراكش، وهو عضو في لجنة تنفيذية لحزب الاستقلال منذ سنة 1982. وكما تولى أيضا منصب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية ما بين سنتي 1976 وسنة 1984. وكما ترأس الاتحاد العام لطلبة المغرب، وشغل ما بين 2000 و 2004 منصب سفير عبد الله بن كيران الأولى والثانية. سبق له شغل منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا منصب وزير منتدب مكلف بالشؤون العامة والحكومة. 1980 و 1992 المجلس البلدي لمراكش، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منذ سنة 1982. وتولى أيضا منصب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية ما بين 1976 و 1984. كما ترأس الاتحاد العام لطلبة المغرب، وشغل ما بين 2000 وسنة 2004 منصب سفير المغرب بالهند قبل أن يعين سفيرا في إيران سنة 2006. وكما تم سفيرا للمملكة في البرازيل. وبعد انتخابات سنة 2011 تم تعيينه رسميا في 3 يناير 2012 على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة بن كيران، ممثلا لحزب الاستقلال تحت رئاسة عباس الفاسي في تحالف حكومي. إذا الله يرحمه ويسعى ضيق القبور. خبر يعني محزن للفقيد. تعازينا الحارة للعائلة. الله ينجينا من هذا الوباء. خطف منا ناس بزاف. كنتمنى يرفع علينا هذا الوباء، وكنتمنى من الناس كاملين يديروا الاحتياطات ديالهم لازمة، لأن صعيب نبقاو نفقدوا في الناس بسبب هذا الوباء هذا.